هل فعلا ممكن نخس 10 كيلو من غير حرمان؟ وهل نجوم الكيبوب بيعيشوا على دايت قاسي؟ تعالوا نشوف مع بعض النظام بتاع كل من جيني وليسا من بلاك بينك. بس قبل ما ابدا ما تنسوش اللايك شير كومنت حلو، وقولوا لي في الكومنتات عايزين نجرب نظام مين المره الجايه. اول حاجه هبدا بجيني ووجبه الفطار. وجبة الفطار كانت عبارة عن توست من الحبوب الكاملة وعصير ديتوكس وفاكهة موسمية. التحليل الغذائي: التوست مصدر كويس للكربوهيدرات، والفاكهة الموسمية غنية بالفيتامين ومضادات الأكسدة، والعصير غالبا بيكون كرفس وتفاح وخيار بنستخدمه لتنقية الجسم. وجبة الغداء كانت عبارة عن رز بني وأفوكادو، بروتين دجاج أو بيض. التحليل الغذائي: الرز البني كربوهيدرات بطيء الهضم بيشبع لفترة طويلة، والأفوكادو دهون صحية ومهمة جدا للشعر والبشرة. وبالنسبة للبروتين ففي الفراخ وهو لبناء العضلات. والسناك كان عبارة عن زبادي وفاكهة ومكسرات ثابت بعد الغداء بيقلل الشهية وبينظم الهضم. السعرات التقريبية تقريبا من 150 ل 200 سعر حراري. وجبة العشاء يا إما بتكون شوربة خفيفة أو عصير ديتوكس. وجبة منخفضة السعرات بتساعد على النوم الجيد والهضم. وعادات جيني الغذائية: بتشرب مية كتير، بتتجنب الأكلات المالحة والمقلية، بتاكلها بس مش كتير، بتمارس اليوجا بانتظام. بعد كده هننتقل الى النظام الغذائي الخاص بليسا. وجبة الفطار قالت انها ما بتحبش الفطار التقيل، غالبا بتكون قهوة بالحليب النباتي وقطعة صغيرة من المعجنات او موز. التحليل الغذائي: الكافيين لزيادة التركيز والطاقة، وجبة خفيفة بتحافظ على خفة الجسم علشان لو عندها وقت للرقص الصباحي او حاجة. وجبة الغداء عبارة عن نودلز كوري وطبق خضار مطهي على البخار وحساء كوري. التحليل: النودلز مصدر طاقة سريع وغالبا بيكون مصنوع من الرز أو البطاطا الحلوة. الخضار بتحافظ على القوام وبتدعم الشبع لمدة طويلة. والحساء بيكون غني بالسوائل وبيمنع الجفاف. السناك بيكون عبارة عن فاكهة زائد زبدة فول سوداني أو عصير، بيدعم الطاقة قبل التمرين و180 ل 250 سعر حراري. والعشاء برضو بيكون عبارة عن سلطة بسيطة أو وجبة خفيفة جدا من زبادي وقطع من الفاكهة. بتحاول تقلل الأكل قبل النوم عشان تحافظ على رشاقتها. ليسا مش بتتبع نظام صارم خالص، لكنها بتمارس الرقص من 3 ل 5 ل 8 ساعات يوميا. بتحاول دايما توازن ما بين الاستمتاع بالأكل وتحافظ على وزنها. تتجنب الأكلات السريعة لكنها بتاكلها باعتدال. وبعد ما عرفتكم نظام كل من ليسا وجيني، تعالوا نعمل مقارنة بسيطة. أول حاجة في الاعتدال: نظام جيني عالي جدا بنظام محدد، لكن في ليسا مرن وبيعتمد على الحركة. بالنسبة لجيني نوع الأكل بتاعها صحي وملتزم بدقة جدا، لكن ليسا بسيط وسريع. أهم العناصر: جيني فيها أكلها بروتين ودهون صحية وديتوكس، ليسا كربوهيدرات وخضار ومي. بالنسبة للتمرين فاحنا قلنا إن جيني بتمارس يوجا وطبعا رقص، ليسا قالت مرة انها جربت الملاكمة والرقص. هدف النظام بتاع جيني المحافظة على النضارة والوزن. بالنسبة لليسا الرشاقة والمرونة الجسدية. كل واحدة فيهم اختارت النظام اللي يناسب جسمها وحياتها، وانت كمان لازم تختاري النظام اللي يناسبك، مش تقلدي حد بس. الأهم هو التوازن والاستمرارية. لو عاوزين فيديوهات تانية عن دايت نجمات تانيين أو تعملوا دايت أو نظام مشابه لنوع جسمكم، اكتبولي تحت في الكومنتات وانا هشارككم. وطبعا ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد انا بنزله.